السلام عليكم. معلومة كده لأي شخص رايح يغير شاشة التليفون بتاعته. لما بتيجي مثلا انت عندي في المحل هنا واقول لك سعر الشاشة دي حوالي 700 جنيه، تمام؟ هتقول لي ليه 700 جنيه؟ ده فلان جنبك هنا قال لي ب 500 وفلان في البلد عندي قال لي ب 400 وانت محتار. انت لو مشيت من عندي وما فهمتش هتقول علي ان انا شخص يعني سعر غالي وبستغلك. لا حضرتك، في اسعار فعلا 400 جنيه وفي 350 وفي 500 وفي اعلى من كده، ولكن كل السعر بتاع الشاشة معيلي بيكون ده افضل في الجودة لحضرتك. اللي هو ايه يعني؟ بس اهم حاجة قبل اي حاجة تكون واثق في الفني او في المهندس اللي هيغير لك الشاشة واللي هيركب لك الشاشة لتليفونك. هتسألني هتقول لي طب انا مثلا كزبون مش عارف يعني ايه الفرق بين دي او ما بين دي. سؤال كويس جدا ويستحق الإجابة. الشاشة اللي سعرها من 300 لغاية 500 جنيه دي الحاجة اللي اسمها مشي حالك، الشغل الشعبي. الشاشة اللي هي مش كويسة اللي انت تركبها زي كده، ولكن ممكن في أي لحظة بالسلامة تلاقي الشاشة فصلت منك إضاءة أو الشاشة ما اشتغلتش كويس، الحركة فيها مش مظبوطة، الكفاءة بتاعتها مش كويسة. ولكن الشاشة الأوريجينال اللي لما تكون درجة أولى مثلا بحوالي 650 جنيه أو 700 جنيه بتكون منتظمة في التشغيل، الإضاءة بتاعتها محترمة وكويسة، الحركة في التاتش بتاخد الأمر معاك باتزان. الفرق بقى الأهم من ده كله في التقفيل على الموبايل. أي شاشة رخيصة أقل من الدرجة الأولى في الهاي كوبي ما بتقفلش معاك على إطار التليفون بصورة كويسة، بتلاقي الشاشة أصلا عندك هنا مرفوعة عن الإطار واللحام عندك طافح من بره ما تعرفش تشيله، وفي نفس الوقت الإضاءة كلها في الموبايل أو في الشاشة ظاهرة بره الشاشة. ولكن الشاشة الأصلية مفيش فيها الكلام ده، بتخلي معاك الشاشة راكبة كويس على إطار التليفون، بتقفل معاك تقفيل محترم، التاتش والإضاءة والحركة كله فيهم اتزان، وبتكون أفضل من كده بكتير. وده الفرق بين الشاشة الرخيصة جدا والشاشة اللي سعرها عالي. أنا حكيت الموضوع ده عشان بس الزبون يبقى فاهم لما يروح يركب شاشة هو هيعمل إيه وهيختار إيه. السلام عليكم.